البطاقة التعريفية الشيخ أبو نور الكربلائي، لأن الناس هواية هسه حسبالهم أبو نور مو عراقي من دولة إيران. اي طبعا هذه انا هواي اعاني من عندها، يعني بالتعليقات كثير من الناس يعلقون انه هذا ايراني وهذا فلان ابو فلان الاهوازي. الحقيقه هم ما يعرفون الواقع، يعني بس المقربين. انا رجل عراقي من ابوين عراقيين، يعني والدي ووالد والدي واجدادي كلهم من البصره. ما شاء الله. وانا ولاده البصره محله الجمهوريه، ويعني ترعرعت يعني بدايه الابتدائيه في منطقه النجيبيه، لان والدي كان موظف بالطاقه الكهربائيه، وبعدين انتقلنا الى منطقه حي الحسين، فما فارقتها الا بال91. والحمد لله رب العالمين درست الطيران في نفس مطار البصره المدني هذا، ورحت دوره الى المانيا وتخرجت، ولكن انوخذنا بتهم سياسيه، بتهمه الانتماء الى حزب الدعوه. نسابانا واخوي ووالدي وانا، فنسابانا ايضا تم اعدامهم سنه 80، واخوي الطبيب نفذ به سنه 83. والحمد لله انا كتب لي الله سبحانه وتعالى النجاه من عندهم، ومن فضل واحد يعني من عندهم كنت مسوي عليه جميل الحمد لله. فبعدين طردت من الطيران والتحقت في كليه الهندسه جامعه البصره، ايضا 4 سنوات كيميكال انجينير. تخرجنا بال90، صارت الانتفاضه بال91، فاضطريت انا وعائلتي انا هاجر الى ايران. طبعا تقريبا اكثر من مليونين و500 عراقي اللي هاجر ذاك كم سنه تقريبا بقيت هناك شيخنا؟ ولحد الان. فمن خرجنا بالانتفاضه 91 بعد ان انتكاسه الانتفاضه، طلعنا اضطرينا الى ايران. يعني زين جنسيه ايرانيه اخذ؟ لا ابدا، بعدني بالجواز العراقي، ما عندي اصل. يعني هو بس اللي عنده اصل الاخوان اللي تم تسفيرهم عنده اصل، طلع اصله وصار. اما احنا لا زال انا وام نور يعني بيوتكم بعد والاولاد موجوده بالبصره؟ بلي موجوده، بس ما صدرت يعني وبهاي النزاعات الملكيه، فتدري العائله كبرت، ما بقت ذيك العائله اللي يكفيها بيت واحد. فظليت انا هناك ايضا ادرس بالحوزه وادرس بالجامعه، وكملت دراستي الحمد لله رب العالمين. بس للاسف يعني ظلينا هناك لانه الوضع بالعراق ما كان يتحمل. اولا وظيفه، لان انا لا توظفت بعنوان طيار ولا توظفت بعنوان مهندس ولا بعنوان يعني رجل دين. الان انت عندك وظيفه حاليا لو؟ اي نعم، بعدين صار تعييني ب 2018 كنت مستشار، وبعدين العمل شويه الى ظروفه الخاصه. فاذا ما تشتغل بمهنتك ما تبدع. وانا من النوع اللي يؤمن انه لابد ان تشتغل ضمن اختصاصك حتى تبدع. يعني حد 2018 تعينت في محافظه البصره. الان انا رئيس مهندسين بالديوان، يعني بديوان محافظه البصره، وكنت باداره المشاريع، ولحد الان انا مستمر بالدوام. الله يوفقك ويحفظك.